السلام عليكم، أهلا بيكم بفيديو جديد على قناة الزراعة الحديثة. في ارتفاع في أسعار البصل المتقرم 12,000 جنيه للطن تجاري، وفي ارتفاع برضه في أسعار الثوم الصيني من 75,000 ل85,000 جنيه للطن، والثوم الأسباني والبلدي من 65,000 ل75,000 جنيه للطن. أسعار اللب اليوم بيتراوح سعر طن اللب العباد الخام من 33,000 ل35,000 جنيه للطن، واللب العباد الغربال 55,000 جنيه للطن. أما عن أسعار لب الكوسة بيتراوح سعر الطن من 175,000 جنيه ل180,000 جنيه، واللب السوبر البضايع العالية من 100,000 جنيه ل120,000 جنيه، والبضايع الوسط من 90,000 ل100,000 جنيه. أما سعر اللب الخشابي البضايع العالية من 220,000 ل230,000 جنيه. أسعار الفاصوليا النهاردة في هدوء في أسعار الفاصوليا نتيجة العرض الكبير اللي موجود في السوق. وصل سعر طن الفاصوليا من 58,000 ل60,000 جنيه. أما أسعار الكراوية من 47,000 ل48,000 جنيه للطن. وسعر السمسم ديل الجمل بيتراوح سعر الطن من 84,000 جنيه ل87,000 جنيه. أما السمسم الأبيض بيتراوح سعر الطن من 75,000 ل77,000 جنيه. الفول السوداني الأرابنش الإرداب ب75 كيلو من 2,500 جنيه ل2,550 جنيه. أما الفول السوداني الأمريكي من 2,750 جنيه للإرداب ب2,800 جنيه. بالنسبة لأسعار الفول البلدي، الإرداب ب155 كيلو تلاجات بيتراوح سعر الإرداب من 5,200 جنيه ل5,300 جنيه. أما البضايع الوسط من 5,000 جنيه ل5,200 جنيه. وسعر الفول الأسباني التلاجات الإرداب ب5,000 جنيه. بالنسبة لأسعار الفول البلدي المفروض سوروتكس ومعبأ في شكاير 25 كيلو، الفول البلدي الصحيح من 37,500 جنيه ل38,500 جنيه. أما الفول الصحيح الأسترالي بيتراوح سعر الطن شكاير معبأة 25 كيلو من 31,000 ل31,500 جنيه. والفول الصحيح الإنجليزي بيتراوح سعر الطن شكاير معبأة 25 كيلو من 29,000 جنيه ل29,500 جنيه. أما الفول المجروش الأسترالي 35,000 جنيه للطن معبأ 25 كيلو. والفول المجروش الليتواني من 27,500 جنيه ل28,000 جنيه للطن شكاير معبأة 25 كيلو. بالنسبة لأسعار العدس بجبة العريض معبأ 25 كيلو 45,000 جنيه للطن. والعدس بجبة الرفيع معبأ 25 كيلو 42,000 جنيه للطن. أما العدس المجروش الأصفر 46,500 جنيه للطن شكاير معبأة 10 كيلو. أسعار الذرة النهاردة: الذرة المستورد الأصفر البرازيلي 11,600 جنيه للطن. أما الذرة المستورد الأصفر الأرجنتيني 11,600 جنيه للطن. والذرة المستورد الأصفر الأوكراني والصربي والأمريكي والبلغاري والروماني 11,100 جنيه للطن. وسعر فول الصويا 44% بروتين 20,500 جنيه للطن. وسعر فول الصويا 46% بروتين المستورد والمحلي 21,500 جنيه للطن. أسعار الذرة الأصفر المحلي 12,800 جنيه ل13,000 جنيه تنفيذ لدى التجار اليوم. أما الذرة الأبيض المحلي من 12,500 جنيه ل12,700 جنيه للطن تنفيذ لدى التجار اليوم. وسعر الذرة الأصفر الأوكراني في المدشات ولدى التجار 12,000 جنيه للطن شكاير معبأة 50 كيلو. أما الذرة العويجة الحورس 11,500 جنيه للطن شكاير معبأة 67 كيلو. والذرة العويجة الوسط 12,500 جنيه للطن. والذرة العويجة الكبيرة 16,000 جنيه للطن شكاير معبأة 60 كيلو. بالنسبة لأسعار فول الحمام 25,500 جنيه للطن معبأ 25 كيلو.
وكسر الفول الخشن 26,000 جنيه. أما عن سعر بذر الكتان 40,000 جنيه للطن، والقرطم البلدي 40,000 جنيه. بالنسبة لأسعار البلكم الأوكراني الأبيض 45,000 جنيه للطن، والبلكم البلدي البضايع العالية 30,000 جنيه، والبضايع الوسط 26,000 جنيه. في هدوء في أسعار الدنيبة النهاردة، وصل سعر الطن ل9,000 جنيه. أما الدخن الهندي 60,000 جنيه للطن، وسعر البسلة الخضراء الأمريكي 40,000 جنيه، والبسلة الصفراء 24,000 جنيه للطن، شكاير معبأة 25 كيلو. أسعار القطن النهاردة أول مزاد للقطن هيبقى على أول الشهر، وده هيبقى في وجه إبلي. أما أسعار القطن القديم 10,400 جنيه ل 10,600 جنيه للإنطار، قطن جيزة 94. أما أسعار القطن الجديد المتداولة النهاردة عند التجار من 9,800 جنيه ل 10,000 جنيه للإنطار. أسعار الردة النهاردة متوسط ما بين 9,500 جنيه ل 9,800 جنيه. وسعر كزب العباد 36% بروتين 15,300 جنيه للطن. أما عن أسعار البرسيم قطاعي بيتباع أقل سعر للكيلو 80 جنيه وأعلى سعر 100 جنيه. أما عن أسعار إرداب البرسيم على وشه 180 كيلو مع وجود كيلو عيار، أو متعقب 168 كيلو مع وجود كيلو عيار، بيتراوح سعر الإرداب من 12,500 جنيه ل 12,700 جنيه. أسعار الرز اليوم: سعر الرز الأبيض العريض من أرض المضرب البضايع العالية المخدومة كويس، زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل 10%، 25,300 ل 25,500. والرز الأبيض العريض كسر 5% من 25,600 ل 25,800. وسعر الرز الأبيض العريض كسر من 1 ل 3%. بضايع الفنادق والقرى السياحية من 26,500 جنيه ل 26,800 جنيه. سعر الرز الأبيض الرفيع البضايع العالية المخدومة كويس، زيت وبخار وسورتكس وكسر من 8 ل 10%، من 22,800 ل 23,000 جنيه. أما الرز الأبيض كسر 5% من 23,200 جنيه ل 23,400 جنيه. أسعار الرز الشعير المخزن بعد ما كان توقف عن التخزين نتيجة الانخفاض المستمر في الأسعار اليومين اللي فاتوا، وبعد ثبات الأسعار المخزن رجع تاني، وبدأ يبقى فيه طلب على الرز من المضارب والمخزن. أسعار الرز الشعير العريض وصل للمضرب من 16,200 جنيه ل 16,500 جنيه للطن. وأسعار الرز الشعير الرفيع من 14,600 ل 14,800. أما الرز الشعير 79 الجديد من 13,500 ل 13,700 جنيه على أرضه. دي الأسعار المتداولة النهاردة في السوق، ولو سألت أي تاجر في المنطقة بتاعتك هيقول لك نفس الأسعار أو أسعار قريبة جدا منها. بتختلف الأسعار من مكان للتاني ومن تاجر لآخر على حسب جودة البضاعة وطريقة السداد وتكلفة التحميل والتعتيق والنقل وهامش ربح التاجر. أسعار مخلفات الرز السرس المطحون من 1000 جنيه ل 1200 جنيه. أما كسر الرز الناعم من 12,000 جنيه ل 12,400 جنيه. وسعر الكونة من 9,700 ل 9,800. ده كان كل اللي في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.